عارفة يا خديجة، لو جبتيلي سيرة التربية الإيجابية دي تاني، شايفة عمايلهم اللي زي دول ما ينفعش معاهم تربية إيجابية. دي أكتر جملة بتتقلي من يوم ما اشتغلت في المجال التربوي. طب ثانية واحدة، اتفضلي، وده كمان، اتفضلي دي كمان، يلا ده كمان، يلا كده تمام، ورينا شطارتك. هفن يا بيبي. الحقيني يا خديجة، كل يوم والتاني المدرسة تكلمني ألاقيه عامل مصيبة، يضرب صحابه، يحدف عليهم الحاجات. ده مرة عض واحد صاحبه من وشه، تخيلي. مش عارفة أعمل إيه. وادي النتيجة، أسلوب الإهانة والضرب ما تستنيش منهم أي نتيجة كويسة. هتلاقي في وشك عند وندية وانتقامية وعدوانية وغلاسة وكل اللي بالك منه. علشان كده اللي يفهم التربية صح هيعرف إن هي توازن ما بين وضع القوانين والقواعد والحدود، وكمان الحزم وعدم السماح بالتجاوز، وما بين كمان في نفس الوقت الحنان والاحترام والتفهم وتقبل المشاعر. الموضوع أنا عارفة مش سهل، لكنه مش مستحيل، محتاج مننا صبر وحكمة وتحكم. وأكيد كلنا ممكن نتعصب أوقات أو حتى نقع في الغلط، لكن ما يكونش ده أسلوبنا في تربيتنا لأولادنا.